اهلا، ازيكم؟ انا زينب. بقالي فتره بنزل فيديوهات قصيره. طلبتوني كذا مره ان انا انزل فيديوهات طويله شويه واشرح باستفاضه اكتر، فدي اول تجربه ليا واتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم. الفيديو ده هوريكم ازاي من الفلفل الاحمر بنعمل احلى هريسه واحلى سويت تشيلي صوص، اللي هو الصوص الحراق ومسكر في نفس الوقت، بيتاكل مع البطاطس والفراخ المحمره وحاجات كتير. الوصفه دي اهم حاجه فيها هي الجوانتي، وبعد كده يجي الفلفل الاحمر. على قد ما نقدر طبعا نجيب الفلفل طازه وماسك نفسه عشان يدينا احسن نتيجه. وطبعا زي ما احنا عارفين ان البذر والجزء الابيض اللي جوه الفلفلايه نفسها ده المسؤول عن الحراره، فنقدر ان احنا نتحكم في الحراره بتاعه الهريسه بتاعتنا بان احنا اما نشيل البذر او نخليه او نعمل نص ونص، فبتبقى في الاخر حراره معانا متوسطه. انا عامه بحب يبقى عندي برطمان كله من غير بذر، لان الهريسه دي من كتر ما هي حلوه انا بحب افطر بيها مع البيض ومع الجبنه، فلو هي حر قوي هتضايقني، فعشان كده بخلي عندي جزء دايما من غير اي بذر. بحط الفلفل بقى في الكبه على قد ما الكبه بتشيل. هي تقريبا في المره هتشيل كيلو، بحط معاها معلقه صغيره من الملح. انا ما كانش عندي غير الملح الصخري، تقدروا تستخدموا اي ملح عندكم. بفتح عليها بس في نص الضربه كده وامسح الجوانب عشان كله ياخد نفس الفرمه. انا عايزه اوصل لانعم درجه فرم ممكن الكبه بتاعتي توصل لها. الجزء اللي هيخلص هحطه على مصفى واروح اكمل باقي الكميه اللي عندي. انا عارفه ان انتم متعودين تشوفوا فيديوهات بيحطوا الثوم مع الهريسه. انا ما بحبش الحركه دي علشان بحسها بتأيدني. انا بحب الهريسه بتاعتي تكون ساده، مجرد ملح وسكر وشويه زيت زيتون فقط. وقت ما ادخلها في وصفه محتاجه فيها ثوم هفرم الثوم على طول واحطه، لكن طول ما هي ساده بتديني امكانيه ان انا ابدع بيها اكتر. طبعا لان احنا حطينا ملح واحنا بنفرمها، فهتلاقوها بتطرد الميه بتاعتها بمنتهى السهوله، فاقدر اصفيها. الميه دي مش هنرميها، الميه دي بتدخل في كل التتبيلات والمخللات واي حاجه ممكن تتخيلوها. عايزه اقول لكم زمان كنا بنحط عليها ليمون وكمون وملح ونشربها جنب الاكل. المره دي هعمل لكم بيها صوص حلو قوي، بس استنوا للفيديو الجاي عشان مش عايزه اطول عليكم الفيديو ده. الفلفل بتاعي بقى احطه في حله على نار هاديه جدا. يفضل ان انتوا تطبخوه في حاجه واسعه علشان كله ياخد نفس السوا. مش هحط حاجه غير ملح وسكر وشويه من زيت الزيتون. هكتب لكم من تحت الكميات بالظبط اللي انا مستخدماها قد ايه. طبعا زيت الزيتون احنا محتاجين نستخدم كميه اكتر من كده، بس انا ما بحبش احط الكميه كلها في الطبخ في الاول، يعني بحط يا دوبك كميه بسيطه كده تمشي معايا الفلفل، وفي الاخر بعد ما بيجهز بحط عليه بقى الكميه اللي انا عايزاها. النار عندي هاديه علشان مش عايزاه يتحرق، وايدي فيه بقى كل 5 دقايق تقريبا بروح اقلبه علشان مش عايزه القعر بتاع الحله بتاعتي يتحرق ويضيع لي طعم الهريسه كلها. اجمالي مده الطبخ اللي احنا هنحتاجها تقريبا من 20 ل 30 دقيقه علشان نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. في الوقت ده هكون انا غسلت البرطمانات اللي انا هعبي فيها ونشفتها كويس، وابتدي ان انا اعقمها. عمليه التعقيم بسيطه جدا. احنا بنسخن الفرن، بعدين بنقفل الحراره، بندخل البرطمانات بعد ما تكون مغسوله وناشفه كويس قوي على بوزها كده هي والغطيان، ونسيبها حوالي 10 دقايق او 20 دقيقه لحد ما نخلص اللي احنا بنعمله. نسيت اقول لكم كميه الفلفل اللي انا مستخدماها هنا 2 كيلو الا ربع بالظبط. طبعا انا قصيت حاجات كتيره من الفيديو عشان ما اطولش عليكم، بس هقول لكم ازاي نعرف ان هي بدات تجهز. اول حاجه كميه زيت الزيتون البسيطه اللي احنا حاطيناها هتبقى عامله زي الطماطم المسبكه كده، بدات ان هي تطردها. طبعا لو كنا حاطين زيت زيتون اكتر كان الموضوع هيكون باين اكتر من كده شويه. تاني حاجه هتلاقوها بدات تمسك في بعضها كتل كده. في الاول بعد ما عصرناها كانت مفتته، يعني ما كانتش ماسكه في بعضها خالص كده. تالت حاجه بقى هي عامله زي المعجون دلوقتي، من كتر ما هي ماسكه في نفسها ومن كتر ما الفلفل خلاص طري خالص، عامله زي المعجون بالظبط. وكده خلاص هي هتكون جهزت عندي. هقفل عليها النار وهحط عليها باقي كميه زيت الزيتون اللي انا عايزاها. انا حطيت فنجان مليان. عايزه اقول لكم ان الكميه ترجع لكم، اهم حاجه ان انا احس ان كل الهريسه بتاعتي اتشبعت من الزيت. الزيت ده غير الطعم هو كمان ماده حافظه، كل ما هتقعد عندي في التلاجة مش هيحصل لها اي حاجه عشان هي متغلفه كويس قوي بالزيت. هطلع بقى البرطمانات من الفرن واحط فيها الهريسه. عايزه اقول لكم ان البرطمانات كانت سخنه قوي والهريسه كمان كانت سخنه، انا ما كنتش قادره امسكهم بايدي حرفيا، بس طول ما يعني الحاجه سخنه والبرطمان سخن فانا كده مش هخاف ان هم يطقوا مني. اخاف لو البرطمان كان ساقع ممكن يطق. اخر حاجه بقى معلقه زيت زيتون على وش كل واحده وامسحهم، اتاكد ان البرطمان كويس علشان اي بواقي فلفل او حاجه ممكن تعمل عندي عفن او رطوبه. ده اول برطمان، البرطمان الكبير اللي طلعته، وده البرطمان الصغير ده انا عايزه اخزنه علشان انا عارفه ان البرطمان الكبير هيقعد معايا اكتر من سنه تقريبا. احسن طريقه ان احنا نحطه في حله فيها ميه مغليه تكون مغطيه نص البرطمان تقريبا، اسيبها على نار هاديه جدا من 45 ل 60 دقيقه. ده كده كاني جايباه من المصنع بكبسوله الامان، يقعد معايا سنه بره التلاجة ما يحصلوش اي حاجه. ده بقى البرطمان اللي انا عاملاه من غير بذر خالص، شايفين عشان فيه كميه زيت كويسه، فبقدر اخد منه معلقه حلوه واعمل بيه البيض الصبح على الفطار. مش قادره اقول لكم هو قد ايه رهيب. طعم البيض ده مختلف تماما عن اي بيض تاني جربتوه، حرفيا الهريسه موديه في اي حته تانية. ولازم تجربوا سندوتشات الجبنه الكريمي او اللبنه مع الهريسه، بصوا شكلها لوحدها بيتكلم والله. عايزه اقول لكم ان العيش اللي بعمل فيه الساندوتش ده انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، ده تورتيه بالقمح الكامل، ما بيتخمرش وبيجهز في وقت سريع جدا.
هحاول احط لكم اللينك بتاع الفيديو، وقولوا لي لو عايزين اعمله فيديو طويل برضو. وده كده كان فطاري النهارده برعايه الهريسه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما كنتش طولت عليكم قوي. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب. باي باي.